هتقولي لي مش مناسب ليكي، بس أنا عارفة الحل ده. هو بس أقدر أعمله إزاي، أنفذه إزاي. ورجعنا لحضراتكم. إحنا بنسمع دايماً عن واحدة بتحب واحد أصغر منها، ودايماً يقولوا من همه بيحب واحدة قد أمه. يعني مش وارد أصلاً عند حد إن ممكن يكون الحب ده حقيقي. وأي حد لما بيلقى ست بتحب واحد أصغر منها ب20 سنة بيقولوا أكيد بتصرف عليه. ولو بنت كمان حبت حد في عمر أبوها بنقول عندها عقدة نفسية وكانت محتاجة أبوها. الكلام ده حقيقي، بس هو مش في كل الحالات. في بنات مش لاقية الأمان، مش بس مع باباها، هي مش لاقية الأمان لأن الشخصية لما بيكون سنها أكبر منها شوية بيحسسها بالأمان بعد تجربة أو 2 مروا في حياتها. تعالوا كده نشوف أول حكاية معانا ونشوف الدنيا هتوصلنا فين. مساء الخير يا دكتورة. أنا عندي 32 سنة واسمي معتز. بحب واحدة أكبر مني ب10 سنين وبحبها ومش قادر أستغنى عنها. أهلي رفضوا جوازنا في الأول، خصوصا إن أنا ابنهم الوحيد، وسمعت كلامهم بعد ضغط. اتجوزت بنت عمي والنتيجة إن أنا معرفتش أعيش معاها سنة. طلقتها ورجعت لحبيبتي واتجوزنا، بس برضو أهلي لما عرفوا ضغطوا عليا جدا عشان أطلقها. أنا دلوقتي محطوط بين إن أنا أعصى أهلي وأخسرهم وبين إن أنا أكمل مع حبيبة عمري. مش عارف أعمل إيه، محتار. هو من الأول أنت غلطت إنك أنت وافقت إنك تسيبها. 10 سنين ده مش فرق كبير قوي طالما إنها قادرة على الإنجاب وقادرة إنها تعمل لك بيت تاني. 10 سنين بتبقى فرق كبير لو إحنا ما عندناش تكافؤ في الظروف أو هتمنعك من أحلامك. أنت ما أنت الصغير، أنت معدي ال30، فلما تقول بحب واحدة أكيد أنت بتحبها. فأنا مش عارفة أنت ما كنتش متأكد إنك بتحبها فاتجوزت غيرها وظلمتها، ولا لما اتجوزت غيرها اتأكدت إنك كنت بتحبها؟ كون أهلك زعلانين منك ده موقف هيعدي، لكن لو أنت سبتها التعاسة في حياتك مش هتعدي. وأنا مش هقول لك إن اللي عندك عقدة نفسية عشان عايز واحدة قد مامتك، لأن ده كل الفرق 10 سنين. بس هقول لك إنك لقيت فيها نصك التاني. لو أنت مرتاح معاها ومتأكد إن حياتك هتمشي صح اوعى تسيبها. مش شرط حتى يبقى في الأول في علاقة بينها وبين العائلة الكريمة أو إنها تكون على علاقة بوالدتك أو والدك خالص. خليك أنت كويس مع عيلتك والدنيا بتمشي، وبعدها كل ده بيتنسى. رقم الواتساب موجود على الشاشة وظاهر، ولو حضراتكم عاوزين تتواصلوا ممكن تستخدموه. فإحنا جالنا دلوقتي أول رسالة على الواتساب، ولطيف قوي إنها مسجلة عشان نسمعها مع بعض. نسمع رسالة. مع حضرتك رضوى. أنا بشتغل سكرتيرة عند راجل أعمال هو أكبر مني ب30 سنة. أنا كنت متجوزة، جوزي كان على قد حاله شوية في موضوع الفلوس، وكان صاحب الشركة اللي أنا شغالة فيها بصراحة حنين عليا جدا، كان بيجيب لي هدايا كتير. هو بصراحة كان مبهر جدا ليا في كل تصرفاته. أنا بقيت مش عارفة أعيش مع جوزي وحاسة إنه ملوش أي لازمة في حياتي. قعدت واتكلمت مع الراجل اللي انا شغاله معاه وقلت له انا مش طايقه خالص اعيش مع واحد انا ما بحبوش. فكان رده عليا اتطلقي منه وانا عمري ما هتخلى عنك. وفعلا اتطلقت وكنت معاه طول الوقت ولما خلصت فتره العده قلت له ها مش هتتجوزني بقى زي ما اتفقنا؟ قال لي هو مش هينفع دلوقتي خالص، واحنا محتاجين الجواز في ايه؟ ما احنا مع بعض وانا مش هخليكي محتاجه لاي حاجه.
انا بصراحة مبسوطة معاه ومش ناقصني اي حاجة، بس مش مرتاحة ابدا انه كده مفيش شكل للعلاقة، ومش عارفة اسيبه واحاول ارجع للراجل اللي انا كنت متجوزاه، ولا اكمل في العلاقة دي وكفاية انه معيشني عيشة كويسة. ممكن حضرتك تقوليلي اتصرف ازاي؟ يعني أنا هارُد، والصراحة ما بتزعّلش. هو السؤال الأساسي، يعني إيه بتقبلي أصلًا هدايا من رئيسِك في الشغل؟ يعني إيه أبقى باشتغل وصاحب الشركة عمّال يجيب لي هدايا ومغرّقني بكرمه؟ طب ما هو ده بداية الخط الغلط، هو جابِك بالهدايا والفلوس، أنتِ كنتِ عايشة وراضية، يبقى هو النهارده عرف إن دي سكتِك، فأنتِ من أول يوم أنتِ رخيصة عنده، ولمّا قال لِك اتطلّقي هو عارف إن الفلوس عندِك أهم من الجواز والاستقرار، هو بياخد منِّك اللي هو عايزه، وكمان من وجهة نظره بيدّيكِ اللي أنتِ عايزاه. أنتِ شايفة نَفْسِك بقى رخيصة وده اللي تستحقيه إنِّك تبقي موجودة بيدّفع لِك تَمَن المتعة اللي بتتاخد منِّك، أنتِ حُرة. لكن الحقيقة أنا شايفة إن ده طمع ونهايته قريّبة أوي، لإنه صدّقيني هيدوّر على واحدة تانية قدّام شوية وهتبقي أنتِ القديمة اللي افتكرِك. معانا مكالمة تليفونية، بس أنا قبلها أنا جالي تعليق هنا على المشكلة اللي فاتت، اللي بتقول لي أنتِ ليه مش فارضة إنه بيحبها؟ هاقول لِك لإن اللي بيحب حد ما بيبهدلوش، وهي لو كانت بنته والّا أخته ما كانش قبل يعمل فيها كده، اللي بيحب حد بيحافظ عليه وبيحترمه، فعلشان كده أنا ما شُفتش إنه بيحبها، ده حتى اسمه استخسر يديه لها. ناخد المكالمة اللي معانا، اتفضلي. مساء الخير يا دكتورة أمنية، ازاي حضرتك؟ مشكلتي النهاردة اللي عايزة أقولها لحضرتك إنه أنا اتعلقت بالمدرس بتاعي وأنا في المدرسة، وكان عندي وقتها 18 سنة وهو 40. بشوف فيه كده إن هو زي بابا الله يرحمه، والحقيقة أنا اتجرأت وقلتله إن أنا معجبة بيه، وفعلا اتخطبنا وأنا في أولى جامعة واتجوزته، لأني أنا كنت شايفة فيه راجل ناضج ومثالي، وشايفة إنه السن ده حاجة مش مهمة خالص. لكن في أوقات كده بحس إني مفتقدة قوي إنه يكون ليا زوج شاب زيي، وأرجع أقول لنفسي ارضي بحياتك وخلاص، وخاصة إنه موفر لي حياة مرتاحة ومش عارفة، أنا محتارة جدا، وأنا مترددة وما بقتش عارفة إذا كنت أكمل معاه ولا أسيبه وأبتدي حياتي مع شاب يكون في سني. لأ، يعني النهارده لمّا يكون عنده 40 سَنة أنتِ واخداه في عِزّه، يعني عشان تقولي لي أنا عايزة شاب صغير، الكلام ده لمّا تتجوزي واحد عدّى ال60، فأنتِ عشان تقولي الكلام ده النهارده بتقوليه بعد كام سَنة جواز؟ أنتِ صغيرة وفي فرق سِن بينكم، بس هو لسه كمان صغير، الفكر ده طالع من نفسيتِك أنتِ، التخيُّل ده مش حقيقي، أنتِ عشان في ناس حواليكِ قالت أنتِ واخدة واحد أكبر منِّك ليه؟ ده في صغيّرين كانوا يتمنّوكِ، كان، إنّما أنتِ جوزِك فعلًا مش كبير، في فرق سِن، لكن هو مش عجوز، فهنا أنتِ بتضيّعي حلمِك ليه؟ ما أنتِ واحد حبّيتيه وربنا كرمِك واتجوّزتيه، بتدوّري ليه على المشاكل؟ على فكرة أنتِ ممكن تجوّزي واحد صغيّر ويطلّع عينيكِ، تتجوّزي واحد صغيّر ويبهدلِك، تتجوّزي واحد صغيّر وما يحبكيش، وخلاص اتجوّزنا، هو الجواز والطلاق سهل كده؟ حرام تسيبيه. معانا رسالة صوتية نسمعها. مساء الخير يا دكتورة، أنا اسمي يوسف وعندي 55 سنة. أنا متجوز من بنت أصغر مني، هي عندها 22 سنة بس. في الأول كنت متجوزها علشان مغضبش ربنا، عشان متعتي يعني، ولكن حبيتها جدا وابتديت أراضيها وأعمل لها كل حاجة هي عاوزاها. عوضتها عن ظروف كتير عاشتها، وهي فضلت تطلب مني حاجات أشتريها لها وحاجات أجيبها لها. وفي يوم من الأيام
صحيت ما لقيتهاش في البيت، هربت مع حبيبها الأولاني. فضلت أدور عليها لغاية ما عرفت إنها كانت بتمثل عليا، وإنها اتجوزتني بالاتفاق مع حبيبها علشان يأمنوا مستقبلهم. أنا مش عايز أطلقها، عايز أذلها، عايز أخليها كده ما تعرفش تتجوز تاني. قوليلي يا دكتورة، أنا محتار ومش عارف أعمل إيه. هو مين ذل مين الأول؟ مش أنت اللي ذلتها الأول؟ هو أنت لما تقولي هتجوز واحدة عندها 22 سنة واخدها لمتعتي بس، هو ده مش ذل للمرأة؟ ما أنت واخدها متعة. أنت زعلان ليه؟ إن هي كمان كانت واخداك عشان فلوسك. ده طبيعي. أنت منتظر إيه؟ أنت راجل عندك 55 سنة، أنت فاكر إنك لما بتاخد 22 سنة أنت بتاخدها عشان تتمتع معاها؟ لأ، لأن دي اللي أنت هتبقى قادر إنك تتعامل معاها. أنت مش هتقدر تتعامل مع سيدة ناضجة وتقدر تقيمك صح كراجل. الحقيقة أنت اللي ضعيف، وده السبب أساسا اللي بيخلي الرجالة تتجوز بنات أصغر منها. مش عشان دول اللي هيحركوا المشاعر ولا يرجعوا الشباب، لأ، عشان هم مش قادرين يتعاملوا مع النضجة اللي مناسبة ليهم. كون بقى ان ده كانت يعني معمول عليك كمين وان فلوسك اتسرقت وكده، والله انا شايفاه انه عدل ربنا. تيجي تقول لي بقى ما طلقهاش واذلها، والله بفلوسك هتخلعك، فعلى الاقل يبقى شكلك حلو انك طلقت، احسن يبقى اسمك مخلوع يعني. في الحالتين اللي عرفت تعمل كده وتسرقك هي وحبيبها مش هتغلب عشان تخلعك، فاعملها بكرامتك، حافظ على الباقي. ومعايا رسالة جات لنا على الانبوكس، هي بتقول انها حبت راجل في سن ابوها ووثقت فيه جدا كأنه ابوها. مبدئيا كده قبل ما اعرف بقية الرسالة، لا في اب غير ابوكي ولا اخ غير اخوكي. موضوع بقى انه زي ابويا وبيعوضني حنان ابويا وزي اخويا، الكلام ده مش موجود في الكون. فاحنا مبدئيا احنا هنمشيها ان هو بيعوضني عن عدم حنان ابويا عليا، لان مفيش حد هيبقى ابوكي غير ابوكي. طبعا انا وثقت فيه، وهو طبعا بدأ يشعر قد ايه انا واثقه فيه وما اقدرش ابعد عنه، وبدأ يستغلني ماديا كمان. وانا كنت بخاف اعترض، عشان لو اعترضت هيبعد عني ويسيبني، وانا حقيقي مرتاحه معاه وحاطه الامان في حياتي بوجوده. مش عارفه اعمل ايه. هو انتي بتدمري نفسك ليه؟ ده راجل استغلك، واحده قد بنته ولقاها عايزه شويه حنيه اديها لها، ويا ريت الحنيه دي كانت من قلبه. لا 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 لا، الحنيه دي كانت عايزه تملى جيبه، وعودك على وجوده. انت ما بتحبهوش، انت متعوده عليه. وعشان تقدري تطلعي من الازمه دي، قولي لنفسك هو ما بيحبنيش. اللي بيحب واحده بيعملش فيها كده. اللي بيحب واحده بيتمنى لها السعاده والهنا. فين الجواز؟ فين البيت؟ فين الاولاد؟ فين العيشه؟ ده انسان اناني. حبي نفسك. انت ليه شايفه ان نفسك ما تستحقش اكتر من واحد ما بيديكيش حاجه غير صحبه، ويا ريت كمان صحبه هو امين عليكي فيها؟ سيبيه طبعا. وصدقيني لما واحد بيروح بيجي الاحسن منه. محدش بيموت ورا حد، وكل اللي تعبوا في الحب وقصص جوازهم حبوا بعدها تاني وحسوا ان اللي قبليه كان اي كلام. انت بس متدلعه شويه. سيبيه، هيجيلك الاحسن منه. معانا كمان رساله جايلنا من نهى، نسمعها كده. أنا اسمي نهى. الحقيقة أنا كنت بنت متدلعة قوي وعايشة في مستوى اجتماعي كويس قوي، بس للأسف بابا خسر كل فلوسه، وعشان أنا كنت جميلة
اتعرض عليا ان انا اتجوز من رجل اعمال، هو اكبر مني ب25 سنة. هو وفر لي كل حاجة حلوة ماديا، بس انا بعد ما اتجوزته والكل كان بيحسدني على جوازتي دي، بدأت كده احس انه الفلوس مش كل حاجة. طبعنا مختلفة وحياتنا الخاصة مش مشبعة ليا خالص، اسلوب حياته كان مختلف. فحصل عندي حالة كده من الهوس ان انا اشتري حاجات كتير، اسافر كتير، بس فضل ده مش معوضني خالص عن اني محتاجة راجل في حياتي. بقيت محتارة قوي، اطلب الطلاق واخسر كل حاجة، ولا اكمل واتنازل عن مطالبي واحلامي في حياة تكون رومانسية. فكرت اني اصاحب حد يكون بيعوضني عن كل اللي ناقصني ده، بس خايفة طبعا من غضب ربنا ومن كلام الناس. هو بس أنا يعني هابدأ المشكلة من الآخر، يعني هو ده option، ده احتمال يعني إن أدّيكِ حل إنِّك تصاحبي واحد يعوّضِك؟ لأ، تعالي نبدأ من الأول بقى. أنتِ كنتِ عايشة في مستوى اجتماعي كويس، والمستوى ده راح، وما تضحكيش على نفسِك، ما كنتيش هتعرفي تعيشي في مستوى اجتماعي غير اللي كنتِ متعودة عليه. ادّاكِ المستوى الاجتماعي ده، وعايشة سعيدة، واحتياجاتِك كلّها تم توصيلها ليكِ، وفجأة لإنِّك أنتِ مش راضية بقيتِ تدوّري على اللي ناقصِك. أنا مش شايفة إيه ناقصِك، يعني إيه مش حاسة إنه معاكِ؟ ما لو مش حاسة إنه معاكِ ما يمكن أنتِ اللي سِت خايبة. إحنا ليه فارضين إن هو اللي مقصّر؟ ما يمكن كنتِ خايبة، لا عارفة تحرّكي مشاعره، ولا عارفة تخلّيه يحس بيكِ، ولا عارفة تعملي جو في البيت. ده يمكن هو اللي عايز يسيبِك. على فكرة مش معنى إنه أكبر منِّك ب30 سَنة إنه أكيد ميّت عليكِ، الحقيقة لأ، أنتِ اللي مش عاملة مجهود نهائي في جوازِك. عايزة تسيبيه ده موضوع تاني، لكن موضوع أصاحب ده إحنا واضح إن إحنا كمان المبادئ عندنا مش راسية أوي. أنتِ عندِك مشكلة نفسية، أنتِ عايزة كل حاجة في نفس الوقت، وده مستحيل، لإنِّك أنتِ كمان ما بتدّيش اللي معاكِ كل حاجة في نفس الوقت. اختاري، اختاري الفلوس، اختاري الطلاق، اختاري الاستقرار، اختاري البوظان. أنا مش دوري أقول لِك ده حرام والّا ده عيب، أنتِ عارفة كويس أوي، بس الحقيقة هم كلّهم اختيارِك أنتِ. أنا مش شايفة إن عندِك مشكلة خالص، بالعكس ربنا بعت لِك حل لمشاكلِك. وناخد رسالة كده جات لنا على الواتساب، نسمع. مساء الخير. أنا اسمي هناء. مشكلتي إن أنا كنت مرتبطة قوي بأبويا، ولأنه كان مهتم بيا جدا أكتر من أخواتي. لما بابا توفى صاحب عمره كان بيديني نفس الاهتمام والرعاية علشان يعوضني حب أبويا ليا، وفعلا حبه ده عوضني جدا. هو كان راجل مرتاح قوي وكان أرمل، حبيته جدا. بس الحقيقة إن كل الناس ما كانتش فاهمة خالص إزاي قبلت أتجوزه رغم فرق السن الكبير، لكن هو عاملني بمنتهى اللطف واحتواني، وكان فيه كل المميزات اللي بتتمناها أي بنت. أنا فضلت عايشة معاه 17 سنة لحد ما ربنا افتكره، وكأن الموت قاصد يحرمني من الناس اللي مستحيل تتعوض في حياتي. حاسة إني عايشة مليش ظهر ومش عارفة أعيش من غير راجل، مش لاقية حد زيه. يعني أنتِ أخدتِ حظ في الدنيا 90% من الستات ويمكن أكتر ما أخدوهوش. أنتِ خدتِ راجل حلو وحبِّك وعِشتِ معاه 17 سنة. النهارده أنتِ بتقولي مش قادرة أعيش لوحدي ومش هتلاقي زيه، ده حقيقي. ليه مش قادرة تعيشي لوحدِك؟ ليه حاسة إنِّك دايمًا مش كاملة غير لو معاكِ راجل؟ أولًا الراجل الكويس أوي ده يستحق كمان إن على ذكرياته تبقي سعيدة، ولو كنتِ حبيتيه فعلًا صعب أوي تحبي بعديه. ما تربطيش حياتِك بالجواز، الحياة مش راجل، الحياة سعادة إحنا بنقررها.
انت قرري تبقي سعيدة، ما تربطيش سعادتك بحاجة. ربنا أراد إن يكتب لك نصيب في جواز تاني، تمام. ربنا ما أرادش، انت عندك نعم ربنا كتير قوي تخليكي سعيدة. لازم تبقي حاسة إنك كاملة. إحساس النقص ده مش صح. كل واحد فينا اتخلق كامل. جات لي رسالة والحقيقة أنا قعدت أفكر فيها كتير قوي قبل ما أفكر أعرضها. بتقول إنها بتحبه وهو أصغر منها ب20 سنة، بس المشكلة إنها غير قادرة على الإنجاب، فهي خايفة إن يجي في وقت يقول لها أنا هتجوز. قالت له لما تعوز تتجوز اتجوز، بس برضه هي مش مطمنة. أنا عايزة أقول لك حاجة، لو بتحبيه فعلا مش هتستحملي إنه يتجوز. فإذا كنتي بتقولي له النهارده براحتك لما تعوز تخلف اتجوز عليا، تضحكي على نفسك. وقتها هيبقى بالنسبة لك ده جحيم. الحاجة التانية، هو من حقه يبقى له بيت وأولاد. هو هيتغير معاكي مش عشان بطل يحبك، لأ، عشان اشتاق يبقى له طفل، يبقى له عيلة زي ما انت كمان قدرتي تعملي حياتك. لو بتحبيه بجد اديله فرصة ان هو يعيش حياته. التكافؤ أهم من فرق السن. احنا نبقى متكافئين يعني ظروفنا احنا الاتنين متكافئة. احنا الاتنين مخلفين، احنا الاتنين منفصلين، احنا الاتنين بنفكر زي بعض. لكن نبقى احنا الاتنين ظروفنا غير بعض، هو ده عدم التكافؤ. والمشكلة هنا عندك مش بس سن، المشكلة عدم تكافؤ الظروف. الموضوع كبير قوي، وكنت أتمنى أن وقت الحلقة يكون أكتر من كده، لكن حضراتكم ممكن تبعتوا لنا على الإنبوكس، ورقم التواصل موجود على الشاشة. وآخر حاجة عايزة أقولها إن السعادة اختيار، السعادة مش قدر. إحنا لو استنينا إن القدر يبعت لنا السعادة مش هتيجي. إحنا اللي بنعمل سعادتنا برضانا وبعدم أنانيتنا. كده حلقتي خلصت النهاردة.